مساء الخير، ازيكم يا احبابي؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير يا رب. النهارده هنخزن الباميه بقى بطريقه سهله جدا وحلوه قوي، وبتدانها معايا من السنه للسنه بالخضر بتاعها هي والملوخيه. بيدانهم خضر وحلوين قوي، وبتدانها معانا من السنه للسنه. ان انا عندي الباميه بتاعتي شلت الورده اللي فوق، وعندي الملوخيه غسلتها وقطفتها ونقعتها في ميه وغسلتها ونشفتها كويس. هاجي هنا هجيب الحله بتاعتي على النار. انا كنت غاليه ميه في الكتل. هبدا ان انا انزل بالميه بتاعتي في الحله، واجيب ليمونه. هبدا ان انا هنزل بعصره ليمونه كامله في الحله بتاعتي، وانزل بالقشر بتاعها. الليمونه عندي هنا احطها عشان خاطر الباميه بتاعتي تدنها خضرة زي ما هي، وتحفظها لي، بتعزز لي اللون بتاعها. وهسيب الميه لحد ما تغلي. وبعد ما تغلي الميه بتاعتي معايا اهيت، هبدا انزل بالباميه حبه بحبه كده، مش هنزل كلها مره واحده عشان الباميه تاخد حقها في الميه. تمام. هنا الباميه بتاعتي غمقت شويه لان انا شلت الورده قبليها بيوم وحطيتها في التلاجة، فاللون بتاعها غير، لكن هي جميله جدا حلوه مفيهاش اي حاجه. هو انا غلطه، كنت المفروض ان انا عملتها في يوميها بس. تمام. شوفوا بدات تخضر معايا ازاي. هبدا بس اسيبها تاخد غلوه. تمام كده. هطلعها. هكون مجهزه عندي طبق فيه ميه من الحنفيه، وهبدا ان انا اطلع الباميه. اطلعها من الميه السخنه، احطها من الميه بتاعه الحنفيه. تمام كده. هنزل ببقية الكمية بتاعة البامية بتاعتي. لما تكون غليت معايا اكون حطيت البامية التانية، هحط عليها المية. حلوة قوي. سيبها بقى لحد ما تبرد خالص. وبعد ما تبرد هروح مكيسيها. هنا بقى اجي على الملوخية بتاعتي. كان عندي فلفل احمر، طبعا ما يحلاش الملوخية، ما تحلاش الا بيه، وثوم وفلفل اخضر. هبدأ اخلطها معاكم. تمام كده. بعد ما خلطتها انا مجهزة هنا كوباية شوربة. هنزل بالملوخية عليها، وابدأ اقلبها لحد ما الملوخية بتاعتي تبقى ناعمة معايا خالص. انا حطيت دولت 3 كيلو ملوخية، حطيت عليهم كوباية ونص شوربة، وممكن مية عادي. يعني ممكن لو مش عندك الشوربة، ممكن كوباية مية من الفلتر وخلاص. انا حطيت كوباية ونص مية بالظبط. ليه احنا حطينا كوباية المية؟ عشان ما تفرولش معانا، مش تبقى مفرولة، لكن كده تبقى ماسكة نفسها كأنك جايباها من المحل. هنا بقى هبدأ اكيس الملوخية بتاعتي حسب مقدرة الاكل بتاعتك. مثلا انت بتاكليها، تبدأ ان انت تعمليها وتفرديها كده، تطلعي الهواء من الكيس خالص. حاول على قد ما تقدر تطلع الهواء. تمام كده.
هبدأ اعمل بقى كمان كل الكمية اللي معايا بالطريقة دي. شيل منهم الهوا خالص كده. تمام. طبعا انا هنا مخلصه الملوخيه، كانت الباميه بتاعتي بردت. هبدا اخلص الملوخيه وابدا ان انا اغلف الباميه بتاعتي كمان. الطريقه ديت بتدانها معايا من السنه للسنه، يعني ممكن تدانها معاكي لحد ما الملوخيه والباميه الجديده يطلعوا. لا غنى عنها في البيت، بالذات في الشتا بتبقى حلوه. تمام. كده خلاص انا خلصت الملوخيه بتاعتي كلها. ابدا ان انا اعبي الباميه بعد ما اخلص كيس الملوخيه ده. اهم حاجه ان احنا نحاول نطلع الهواء من الكيس خالص، مبقاش فيه هواء. تمام. نبدأ بقى بالبامية. هبدأ برضو أعبيه. أنا أعملها حسب مقدار الأكل بتاعك. أنا بالنسبة لي المقدار مثلا ممكن يكون نص كيلو، فأنا هعبي الكاس على مقدار النص كيلو. حاول برضو إن أنا أطلع منه الهواء على قد ما أقدر، ما أخليش فيه في الكيس هوا خالص. تمام كده. دلوقتي كيلو 2 كيلو بامية، عملت بهم 4 أكياس. زي ما قلتلكوا أنا المقدار بتاعي نص كيلو. تمام كده يا حبيبتي نكون خلصنا.
كده الفيديو بتاعنا يكون خلص الحمد لله. يا رب يعجبكم يا رب، ويا ريت لو عجبكم ولو مش مشتركين عندي يا ريت مش تبخلوا عليا بالاشتراك واللايك. مع الف سلامة يا حبايبي. باي باي.